مصير تاريخي لاثنتا عشر محافظة عراقية، إنه العرس الانتخابي، حيث بدأت عملية الاقتراع العام في انتخابات مجالس المحافظات منذ الصباح الباكر، بفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في أجواء ديمقراطي تشهد لها الأصابع البنفسجية في قضاء طوس خورماتو. بعد أن حكم العراق الدكتاتوريات والحكومات المركزية والانقلابات والثورات على إرادة الشعوب، اليوم أصبح العرس الانتخابي والثورة البنفسجية هذا هو المعيار الأساسي في تغيير أي حكومة وتغيير أي مفسد وتغيير أي حاكم لا يلبي طموحات الشعب العراقي. فاليوم مشاركة الشعب العراقي وكانت مشاركتنا من هذا المضمار، ليست لدينا شيء آخر إلا أن ندخل السرور إلى قلوب الشعب العراقي. والله أجواء عرس انتخابي اليوم، انتخبنا بحرية وبكل نزاهة وأي إشكال ما صار، الحمد لله. كلش زينة والله، والأمان كلش متوفر، رحنا وجينا وكل شيء ما صار، الحمد لله والشكر. أمنيتي أن تتحقق الشعب العراقي ويصير أمان بعد أكثر وأكثر من هذا إن شاء الله. الحمد لله كلش زين، ما مقصرة ويانا، يعني زين الحمد لله. ورغم المحاولات الخائبة من الجماعات الإرهابية بزرع رعب في نفوس الناخبين عن طريق العبوات الناسفة التي شهدتها قضاء طوس خورماتو في يوم الاقتراع، انعكست هذه الحالة بإصرارهم في المضي قدما للإدلاء بأصواتهم خدمة للعراق العظيم. هي فرصة العمر، لن تتفوت هذه الفرصة، لأن يوم عيد، يوم انتخاب، إقرار المصير. ورغم الانفجارات كلها عبوات وقتية مصغرة ومكبرة أنواع أشكال، مع هذا أحد العبوات في دار، في باب داري في سلة المهملات انفجرت، ونحن مع هذا مواصلون الانتخاب وسائرون على الانتخاب. نتحداهم لو 100 انفجار احنا نروح ننطي اصواتنا على هذا مصيرنا، هذا مستقبلنا، هذا محافظه 4 سنوات لازم احنا نروح نشوف مصيرنا. ما يصير احنا يصير انفجارات سيار عقبه ما نخاف، لازم نروح ننطي اصواتنا نيجي. احنا هذا املنا، هذا 4 سنوات لازم الواحد يرشح المحافظه يشوف المستقبل ماله. عرس انتخابي تجلى في قضاء طوس خورماتو بالرغم من المحاولات الخائبة التي فعلتها أيادي الغادر، والتي رد عليها الناس هنا بالإصرار على إحداث التغيير المنشود من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات. من قضاء طوس خورماتو بمحافظة صلاح الدين، نجف أوغلو، الغدير الفضائية.